السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل. اللي بيحصل ده استفزاز كروي. دي حاجة تعصب، حاجة يعني ماتش الأهلي مع الداخلية واللعيبة مع كولر حاجة صعبة جدا. يعني إيه الاستفزاز ده؟ إيه اللعيبة دي؟ ليه الطريقة دي؟ ودي على فكرة عشان بس الناس ما تقولش أي حاجة، دي طريقتهم. نفس اللعيبة اللي أنا بقول عليهم سرطان في الملعب، سرطان في النادي الأهلي، دي اللعيبة نفس الاداء، نفس الطريقه مع كل المدربين، مع نفس الطريقه مع كل المدربين الاجانب. هي طريقتهم واحده، هو نفس الاسلوب، نفس الاداء. ولكن الفرق ما بين كولر وموسيماني، موسيماني يعني هو تقيل شويه. موسيماني فعلا مدرب تقيل، مدرب قادر يفرض شخصيته في الملعب، فكان قادر يفرض الطريقه والمكسب في الملعب، فالمكسب كان بيغطي. اللعيبه دي اشباه لعيبه يا جماعه، ادائها وحش جدا. مفيش كوره، مفيش يعني نتيجه تحس منها ان اللاعب ده كويس. اللاعب ده بيجري على الفاضي، يعني في مشكله في الباص. يعني اللعيبه وهي بتباصي يعني رجليها فيها اكياس رمله كده، يعني تقيله، ما تعرفش تلاقي بعض، ما بتعرفش تنتج. يعني يا اخي ده حتى معلول وديانج بقوا كده. معلول وديانج يعني عملوا زيهم، معلول وديانج زيهم. ده الغريب، معلول وديانج بقوا صعب، يعني حتى اتعدوا، بقى في عدوى في النادي. لا، موضوع مستفز. امبارح في المباراة معلول في الدقيقة حاجة و80 بيقف لي على الركنية. ايه الاداء ده؟ ايه الاداء ده؟ ليه كده وتتقطع منه؟ وبعدها هجمة للاهلي اللي جه بعدها الجون برجل باشا قفشة. عايز اقول لكم لو في احصائية اعملها بالظبط، بس انا اقولها لكم كده يعني سريعا، ان في اكتر من يجي من 7 ل8 اهداف جون في الاهلي كانوا تعادل او خساره، كان رد من هجمه القفشه. يعني هجمه القفشه وشوطه او رفعه او باصه غلط اتردت بهدف، الهدف ده لا تعادل لا خساره للاهلي، الاهلي خسر فيه. فالموضوع بقى مستفز قوي. طيب ايه الفرق ما بين كولر وموسيماني؟ اولا موسيماني ما كانش بيصدر المشاكل للاعلام، مشاكل اللعيبه. كان هو شايف ان انا متحمل المسؤوليه، وان انا اقدر اسيطر على المشاكل دي، وان انا اشيل الموضوع واقدر اتكلم انا بناء عليهم. فما كانش بيحمل اللعيبه المسؤوليه. مشكلته الوحيده ان كان في بعض الحاجات الشخصيه اللي هو شايفها غلط في اللعيبه، فكان بيستبعدهم، ما بيحاولش يطور فيهم. كولر هو بيصدر المشاكل الاعلام، بيصدر مشاكل الاداره، ويمكن هو اتعلم من موسيماني. يعني يمكن في حد قال له، وضح له اللي حصل مع موسيماني، فبالتالي هو يعني ما بيستناش، بيرزع، سلم الاداره، بيسلم اللعيبه، بيسلم كل حاجه للاعلام. فالراجل بيبرأ نفسه، هو مدرب كبير، تاريخه كويس، انجازاته مع الفرق والمنتخبات اللي مسكها رهيبه. فهو يعني مدرب عالي جدا، فهو مش عايز يقع او الريت بتاعه يقع او التقييم بتاعه يقع عالميا. فالراجل ده جاي دارس الاهلي، دارس اللي حصل مع موسيماني من اعلامنا الفاسد، من يعني من كذا اسباب. فهو بيحاول يصدر النقطه دي، بيحاول يتلاشى الضغط النفسي اللي حصل عليه، ان انا عندي لعيبه دون المستوى. وفعلا هي اللعيبه دون المستوى، اللعيبه دي ما تستحقش تلعب في الاهلي، في مشكله رهيبه. موسيماني كان قادر، الفرق بقى الحته الفنيه بقى ما بين كولر وموسيماني، ان موسيماني كان قادر يظبط المباراه كويس، يعني الى حد ما بعصبيته بيتنطط، بيحاول يشوف اللعيبه. يعني افتكر له بعض المباريات اللي كان يقف لما الهجمه تضيع، يعني كان يقف يمثلها كلاعب، يعني بتتحط كده، شو كده، يعني كده، يعني بيهدوا. يعني هو كان بيتنرفز على اللعيبه ويقول لهم بتعمل ازاي وبتخسر ازاي. اما كولر يتسم بطبعه الهدوء والابتسامه، ولو ان الوضع اتغير، هو بقى متضايق قوي، بقى شايف في المستوى وحش قوي، بقى شكلا مش مبتسم زي الاول. الهدوء ابتدى يخرج عن هدوء شويه، في شويه عصبيه على الخط بره. ولكن يبقى الوضع ان اللعيبه دي لعيبه صعب قوي ان احنا نعتمد عليها. سرطان يا جماعه، سرطان. اتكلمت على طاهر وقت ما في ناس كتير بتشيد فيه وقلت ده مش صح. اتكلمت على قفشه حتى في عز توهجه وعز تألقه في القضية وقبلها وبعدها، كنت بقول دايما لعيب فاضي
ومش مفتاح لعب ولا عارف يمشي الفرقه ولا الكلام دوت. والجون اللي بيجيبه خلال المباراه بيستره، يعني بيستره خلال المباراه، ما بيبينش المشاكل والمساوئ اللي عنده. عبد القادر سيء قوي. قلت حتى يعني الفترة دي ديانج ومعلول أنا مش فاهم في إيه اللي حصل لهم، ولكن هم تعادوا في مشكلة. الموضوع غريب شوية. هفضل أقول في لعيبة سرطان في النادي، هي اللي مبوظة أداء الفرقة وهي اللي مبوظة. طاهر، قفشة، شريف، عبد القادر. في مشكلة عندنا في الدفاع. احنا لازم حد قوي، ولازم محمد محمود حد يقعد معاه يعني يحسنه شوية. سلام.